ازيكم، انا سلمى. النهارده هنعمل مع بعض اكله قديمه اكيد وحشتنا، هنعملها بقى النهارده. هنعمل البيض بالعجوه. البيض ليه فوايد والعجوه ليها فوايد. احنا هناخد ربع عجوه واربع بيضات ومعلقه سمنه يعني صغيره كده في الطاسه. وبعد كده بقى هنعملها. وبعد يلا بينا نشوف هنعمل ايه. جبنا العجوه، حطيناها على السمنه، فضلنا نهرس فيها كده بالشوكة لحد ما نلاقيها طرت معانا خالص. نفضل نعمل كده في السمنة وما نعليش النار قوي، حاجة بسيطة عشان ما تتحرقش مننا. بعد كده هنفضل نعمل كده اهو. وبعد كده لما الاقيها اتاكد ان هي طرت كويس وبقت حلوة، ابتدي احط البيض. طبعا الكمية اللي انا عايزاها، ممكن احط كمية العجوة اللي انا عايزاها، كمية البيض اللي انا عايزاها، والسمنة على حسب الكمية، بس انا مبحبش ازود سمنة قوي. وحطيت البيض. وبعد كده برضو ابتديت اقلبها فيها، افضل اقلب لحد ما الاقي البيض استوى برضو عشان البيض ما يبقاش ني. افضل اقلب واعمل فيها كده. دلوقتي ابتديت عليت النار شوية صغيرين علشان البيض يبتدي يستوي. في الاول معلتش النار عشان العجوة، دلوقتي هعليه علشان البيض يستوي ما يبقاش ني. دلوقتي بقى اهو عليتها وهبتدي اقلب، افضل اقلب تاني لحد ما الاقي البيض استوى معايا كويس قوي. اهو بقلب. وعمال ما نقلب ننزل نعمل لايك وشير وسبسكرايب. اكلة حلوة قوي، جربوها، ليها فوائد كتيرة لاطفالكم، يعني تنفع معاهم قوي في التمارين وكده. ايوه. يعني مغذية جامد، ممكن تجربوها وهتعجبهم ان شاء الله. دلوقتي بقى شلناها من على النار كده، حطيناها فوق شوية، بعد كده فضيتها في الطبق وجربوها.